السلام عليكم. ايه يا اسطى الاخبار؟ عامل ايه؟ ازيك؟ الدنيا والحاجات دي وبتاع وكده. المهم انا عايز اتكلم في حاجه كرنج. لسه مخلص ماتش الزمالك وادي دجله. الماتش ده انا شايفه بعنوان لا المخدرات. اصل هو لحد امتى اللي غرقانه هتفضل تتحكم فينا بجد؟ فتوح الكره اللي هي اللي بتاعت الجون التاني دي، التفسير الوحيد ان هو بصاها بالمنظر ده ان هو سمع الديلر بينده عليه. يعني هو سمع الديلر في الحته دي. اصل الحته دي ما فيهاش لعيبه، هو بيباصي. فتمام، هو ده الديلر بقى. انا كده ممكن عقلي يستوعب بقى حاجه زي كده، يستوعب بقى قرار زي اللي هو خده في اللقطه دي. اوكي. وعامه يعني في واحده كمان في الدقيقه 78 كان بيرجعها صبحي، كانت اصلا اراهنك ان نيته كانت ان هو يبصيها برضو لنفس الديلر. فكفايه ستروكس يا اسطى، رخيص. كفايه غرقانه، كفايه يا اسطى، كفايه الحاجات دي. وكفايه خوف اداره الزمالك او ايا كان. انا مش فاهم، هم خايفين يمشوا المتقاعسين المهملين، الناس اللي مش مقدره يعني ان هم مش مقدره قيمه اللي هم فيه. فكك بقى، مش مقدره قيمه الزمالك. مش هكلمك بقى كواحد منتمي، انا هكلمك كأن دول موظفين ودي شركه، مش دول لعيبه وده نادي. فاهم؟ دول ناس مستهتره، ناس ما بتتمرنش، ناس ما بتلعبش، ناس حياتها متسرب لها صور وفيديوهات، مخدرات مرقعه. كنا بنكدب مرتضى منصور لما كان بيقول لك ان هو بيشرب مخدرات، كدبناه، طلع بيشرب مخدرات، موت واحد يا جدعان، الله يرحمه يعني. فاللي هو ولسه حوار الساحل اللي فات ده، هي الاشكال دي بتاخد فرص ليه؟ هو بجد يعني الواد ده ليه ما بقاش عبره؟ انت عارف انت بتسيب المستهترين دول لحد ما احنا اللي بقينا عبره يا اسطى. انت بتكافئ المستهتر، بتخليه يروح الاهلي زي زيزو، بتخليه يفضل اساسي في منتخب مصر زي فتوح، بتجدد له عقده زي سيف الجزيري، ما بيعملش معاك حاجه، قاعد مجدد عقده بفلوس قد كده، مش عارف تشتريه بسببه اجانب، مش عارف تبيعه لان انت خايف منه ان هو يرفع عليك قضيه زي المقرفين اللي قبله. انت بتكافئ دول، بتكافئ الاشكال دي. فايه ده؟ انا مش فاهم بصراحه يعني. فكك بقى، انا عايز اتكلم في حاجه تانية عشان الموضوع بقى مقرف، وكنت عايز اعمل له فيديو لوحده بس انا هقوله بالمره في الحته دي. اصلا يعني انا مصور فيديوهين ورا بعض. واحد كان المفروض ينزل يوم الاثنين، كنسلته عشان امبارح لما الاهلي خسر عملت فيديو وقلت هنزله. كان فيديو عادي يعني، مش بتكلم على الماتش بالذات، بس كنت بتكلم على الاهلي والزمالك بشكل عام يعني بالنسبه لي. فده كان المفروض هينزل بكره، برضو ده هينزل قبله غالبا. ايه ده يعني؟ دلوقتي بقى تعالى كده نتكلم في ايه. استنى، عايز اتكلم في ان اللعيبه دي، المعلق كان بيقول ان وادي دجله التيم كله، السكواد، القيمه السوقيه بتاعته كله على بعضه 1,200,000 تقريبا يعني، اللي هو اقل من قيمه خوان الفينا، اقل من قيمه فتوح، اقل من قيمه لاعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك قد السكواد ده مثلا 40-50 مره كقيمه سوقيه. فاهم؟ على ارض الملعب انت متاكل كوره يا اسطى، انت مش عارف وادي دجله بتلعب احسن منك. فانا هنا بقى شايف ان دي حاجه كنت اتكلم فيها في فيديو تاني بعيدا عن الماتش، ان الاسعار بتاعه اللعيبه في مصر مبالغ فيها وملهاش اي لازمه. زي ما كنا بنقعد نتريق على احمد ياسر، انا ما كنتش بتريق عليه لما كان بيقعد يقول لك ارقام يا كابتن واللعيبه دي بتاخد الفلوس دي ليه ومش عارف ايه. مع حق، هي دي اشكال. لما تلاقي لعيبه فرقه بالكامل بقيمه لعيبه عندك بيلعبوا احسن منك 60 مره وبيكسبوك وبيحرجوك، كانوا هيجيبوا الثالث في اخر الماتش، وانت كده وانت بتدي المرتبات دي، فمحتاج تفوق تقول ان ايه الهطل ده؟ ايه اهدار المال العام ده؟ يعني الاشكال دي ليه الفلوس دي كلها الاشكال دي بجد؟ طيب ما هم يعني فرقوا ايه عن اي حد بيلعب درجه تانية؟ ودي دجله كانت لسه رجعت الموسم اللي فات درجه تانية، ففرقت ايه انت عنهم يعني؟ الاشكال دي فاهمني؟ ناصر ماهر ده انا ما شفتش كده، ما شفتش لعيب بالتناكه والاستهتار دي في الدنيا. وعلى ايه يا اسطى؟ على ايه؟ انت بتعمل خرا. انت بقالك من ساعه ما جيت الزمالك مالكش غير كام لقطه يا اسطى، حاجات كده لقطات. انت لعيب اللي هو الهايلايتس، الحاجات اللي بتنزل على تيك توك على الاغاني مهرجانات في الغالب. فاهمني؟ انت لعيب مقرف. انت كان ممكن تخلص الماتش، كان ممكن في كوره كانت في الشوط الاول كده استلمها وعدى ومعدول على شماله يشوط على طول، فضل يتمرقع وراح ظابطها على يمينه تاني وراح شايطها في خبطت في المدافع وخرجت. والكره اللي جت في الشوط التاني برضو كده متريحه له
لوحده في ال 18 كده قريب من ال6 ياردة، بيلعبها لوب في ايد الحارس، والحارس حتى مش متقدم. ايه الاشكال دي بجد؟ يعني انا مش فاهم بجد، يعني دول بياخدوا فلوس ليه اصلا؟ دول موجودين في النادي بيعملوا ايه؟ بيكافئوا على اساس ان هم، انت بقى ايه اللعيبه الجامده بتروح الاهلي والزمالك تتكافئ علشان دول ايه؟ الكلام ده اهلي وزمالك، فكك بقى من عشان الزمالك خسران او كده، نفس المشكله في الاهلي اصلا. اسلام مهدي حتى بيصيح على حاجات شبه كده. كده كده شاوت اوت لاسلام مهدي، بحبه اصلا. فالمهم ايه يا اسطى، انت كنادي بتروح تلاقي نجم في فرقه تانية، زي مثلا فيوتشر ولا فاركو ولا البنك الاهلي او ايا كان، نجم. فانت بقى نادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في مصر، هتدفعوا فيه فلوس كتير قوي وتجيبوه بعقود كبيره قوي. يجي عندك الفرقه هو في المصيف، هو خلاص كده شهرة وفلوس وبقيت بلبس اللوجو ده، فاهمني؟ اللي هو انا خلاص، انا عالمي يعني، خلاص انا اعتزل بكره بقى، انا حققت التارجت يعني، مفيش طموح، هو خلاص وصل للبيك بتاعه، فاهمني؟ وبس. وهيقعد بقى ايه في الفرقه بتاعتك يتمرقع ويعمل تمن مستواه في الفرقه اللي هو جاي لك منها. الكلام ده طبعا اغلبيه كاسحه بجد والله، يعني من 2007 من 2014 من ساعه ما اتفرجت على كوره لغايه النهارده، الزمالك جاب شوف كام لعيب، والله صفقات حلوه. يعني موسم 2015 2016 ده الزمالك واللي بعده كمان الزمالك جايب له بتاع 40 صفقه، احسن 40 لاعب في الدوري المصري. كام واحد نجح فيهم؟ 3 تقريبا، محمود علاء والونش وعبد الله جمعه، وحتى دول يعني نجحوا بطلوع الروح. محمود علاء نجح في السنه الثالثه ليه، الونش نجح في السنه الرابعه ليه، ومحمود علاء وقع تاني فكك. عبد الله جمعه نجح في السنه الرابعه برضو ليه تقريبا، وهي سنه واحده وبعد كده ما شفناهوش تاني. ففهمني ده مش عشان لعيبه وحشه، عشان لعيبه متقاعسه. جه عندك خد الفلوس كلها، ضمن ان هو بقى بيلعب في اهلي او زمالك، مش عايز يلعب كوره تاني. اشكال زي دي بقى المفروض التعامل معاها يبقى ازاي؟ تقول لها انت الاداء الوسخ اللي انت بتعمله ده تمامه المرتب الفلاني اللي هو عشر اللي هو بياخد. هو لو لعيب بياخد 10 مليون كتير قوي، كتير قوي على انسان اصلا. يعني هو لعيب الكوره ده لا مؤاخذه يعني معلش، بيعمل ايه في حياته عشان ياخد الملايين دي؟ يعني الناس العاديه اللي شغاله ومرتباتها عامله كده ولعيبه الكوره بتاخد الملايين دي ليه؟ ويا ريتهم حتى بيفرجونا على منتج عدل. انت بتبقى قاعد طول الاسبوع قرفان، وبتيجي تتفرج على ماتش فرقتك تلاقي الخرا ده بيحصل قدامك على التلفزيون، تلاقيه قدامك وبياخدوا الملايين دي ليه؟ طيب يعني يا ريت حتى كانوا بيحللوا الفلوس اللي بياخدوها. فحاجه مقرفه، حاجه مقرفه جدا يعني. محتاجين نفوق، محتاجين نبطل غرقانه، محتاجين نمشي الاشكال دي من الفرق، محتاجين نقلل سقف الرواتب، محتاجين عقوبات، محتاجين اللعيبه تعرف ان انت ما عملتش حاجه. انت يالا جيت الزمالك علشان كنت لعيب بروميسنج، وجيت الاهلي عشان كنت برضو نفس الكلام، مش عشان انت محمد صلاح. انا جايبك عشان انا خطفتك كده، اثبت بقى ان انت هتكمل. ما بيثبتوش يا اسطى وبتسيبهم. انا مش عارف ليه، مش عارف واحد زي كريم ندفد ده بيعمل ايه مع الاهلي من ساعه ما راح، يعني هو ناشئين اصلا تقريبا. واحد زي الاشكال دي فهمني برضو في الاهلي ناس كتير بالمنظر ده، يعني طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، مجدي قفشه. في الزمالك برضو دونجا، سيف الجزيري اللي انت مجدد له ومبوظ لك حياتك ومعطل لك صفقاتك وبتاع. عندك دونجا وسيف الجزيري ومين تاني، عواد وصبحي اللي عاملين زي ارمط ومرمط كده طول السيزون، بيضربوا في بعض ويتخانقوا مع بعض. مع ان صبحي والله مش وحش، يعني صبحي من اول موسم كويس، والنهارده لا يسأل عن الجونين بصراحه. يعني ممكن الجون التاني يسأل شويه، ان هو كان ممكن يبعدها وهو بيصدها، راحت عملت الواد اللي كملها ده جات له على رجله بالظبط وبتاع، بس مش مهم قوي يعني، الاخطاء جايه من ناس تانية فكك يعني. مين تاني برضو وحش في الزمالك؟ فتوح ده يغور في 60 داهيه، زيزو كان يغور في 60 داهيه من اول الموسم اللي فات لما جيت تجدد له ورفض. انت المفروض كنت تكلمه تقول له بقول لك ايه، هتجدد معايا صح؟ هيقول لك لا. قول له طب احنا عارضين عليك المبلغ الفلاني، ترد ولا تكلسن؟ هيقول لك اكلسن. قول له تيت 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 واقفل السكه في وشه وخليه يغور مع السلامه، زي ما الاهلي عمل مع رمضان صبحي كلسن في وش الاهلي برضو وراح بيراميدز عادي يعني بمنتهى البساطه. فاللي هو انت اتكلسنت وزيزو راح الاهلي في الاخر كانه بيتكافئ على تقصيره مع الزمالك بان هو يروح الاهلي، في حاجه تعر. ودليل ان هو كان مقصر ان هو اخر 3 ماتشات ليه في السيزون كان ماتشين المنتخب وبعدهم ماتش سيراميكا مع الزمالك، 3 ماتشات ورا بعض 3 اجوان.
اللي هو خلاص خد العربون بقى صباح الفل. كانت واضحه يعني. بعيدا عن ده بقى، هو ده التعامل، هو ده الدوري المصري. لعيبه كلها شبه بعض. اقل نادي قيمه سوقيه بيلعب احسن من واحد من اعلى 3 نوادي قيمه سوقيه في مصر. والدوري كله بالمنظر ده بقى، تلاقي اشكال ما يعلم بيها الا ربنا بتكسبك وبتدوس على وشك. طبعا كل التقدير ليهم. هي دي الكوره اصلا لعبه الفقراء، لعبه الناس اللي مرتباتها قليله، لعبه الناس اللي ما بتاخدش فلوس اصلا. الكوره رياضه هوايه كده، الناس بترفه بيها عن نفسها. فالطبيعي ان الناس تبقى دي مرتبات اللعيبه اللي في وادي دجله، ودي قيمتهم السوقيه، وده الكواليتي اللي عندهم، اللي هو مش وحش زيه زي الكواليتي اللي انت صارف عليه ملايين عادي. علشان الملايين دي علشان البراند، اللي هو احنا جبنا اللعيب الفلاني اللي اسمه حلو، اسمه فاهم، ناصر ماهر فاهمني، اسم روش. طاهر محمد طاهر، اسم سندوتش كده، تحس فاهم فخامه. دول ما بيعملوش حاجه لما بيروحوا فرقهم الكبيره، ما بيعملوش تمن اللي كانوا بيعملوهم. ما بيقبضوا 13 جنيه وجبه في الاسبوع مع النادي اللي هم كانوا جاي لنا منه يعني. فبس هي دي ايه بقى يعني؟ ايه ليه المرتبات كده؟ ليه مفيش عقوبات؟ ليه اللعيبه دي لسه بتلعب؟ الله اعلم بصراحه. هنفضل كده لحد امتى؟ انا مش فاهم يعني. وبعدين بقى هنفضل كده لحد امتى؟ اعراض الانسحاب دي يعني انا كنت بدات اتفائل واقول لك الزمالك ماشي كويس شويه وفي تطور ومش عارف ايه كاداء يعني. فنروح عاملين كده. لسه الاهلي امبارح خسران، قلت لك قشطه هنركب الدوري. فالاهلي والزمالك تقريبا يعني قصه عشق لا تنتهي، اللي هو حد هيقع فالتاني يقول له عنك يا اخويا، هقع معاك، مش هتقع بطولك، لو وقعت مش هقع لوحدي، والجو الكرنج ده. هو احنا اتعودنا على دي خلاص يعني. مش عارف بصراحه ايه الحلول يعني. الحلول بصراحه بالنسبه لي ان انت دلوقتي عقوبات لكل الاشكال، كل 11 لاعب اللي لعبوا في الملعب باستثناء شيكو بنزا كان كويس بالنسبه لي، مش عارف ازاي بس كنت متقبله يعني. غير كده الباقي كله يتعاقب اشكال بشعه. الفينا كان كويس شويه. الزمالك ليه ضربتين جزاء بالمناسبه، بس انا مش هتكلم عنهم لان احنا ما نستاهلش، اقسم بالله. احنا في كوره بتاعت شيكو بنزا الشوط الاول ضربه جزاء ما فيهاش شك، والشوط الثاني الكوره اللي هو الالتحام بتاع الفينا ده ممكن 50-50، ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش، بس على الاقل لينا واحده. بس في داهيه اقسم بالله بالمنظر اللي احنا شفناه ده. لو كانوا جم كنت هدعي يضيعوا. احنا ما نستاهلش، احنا وحشين. فانا مش عارف الحلول فعلا زي ما انا قلت لك، اللي هو اخصم، قلل سقف الرواتب عشان والله ما يستاهلوا جنيه من اللي هم بياخدوه. شوف كده، كلم رئيس وادي دجله، اقول له بقول لك ايه، بتدي اللعيبه اللي عندك مرتبات عامله ازاي؟ هيقول لك كذا كذا كذا، كوبي بيست، ادي المرتبات دي، لان دول تمامهم كده. دول انت اصلا المفروض تمشيهم ووادي دجله هيقرف يشتريهم منك، انت فاهمني يعني. دول لو ببلاش لعيبه وادي دجله احسن منهم. فانت دول عندك بياخدوا ملايين، فوصل لك عبث يعني. فبس يعني حسبي الله على القرف اللي احنا بنشوفه. محتاجين نظبط الكلام شويه وبس يعني. كنت بدأت اتفائل والله. انا اخر سنتين ولا اخر 3-4 سنين في الكوره فقد شغف شويه، مش بتفرج بشكل دائم بسبب الستريك الهطل اللي بيحصل في الدوري المصري ده من كل الفرق على فكره. كواليتي واقع بقاله 4 سنين، وده منعكس جدا على المنتخب لان الفلوس زايده قوي وبوظت الكوره. الفلوس بوظت الكوره، المال السايب يعلم السرقه، على رأي اسلام مهدي كان بيقولها امبارح في الفيديو اللي هو بعد ما الاهلي خسر. هو ده اللي حاصل يا جدعان. المال السايب علم المرقعه، علم اللعيبه ان هي ما تراعيش ربنا في اكل عيشها. خلت اللعيبه. اصل انا قاعد في الزمالك، كاميرات كلها عليا، بستخبى وبلبس كاب ونضاره شمس عشان الناس ما تعرفنيش وبيعرفوني برضو، وبقبض ملايين. بلعب ما بلعبش بقبض ملايين. بلعب وحش جدا، مصاب طول السيزون، باخد فلوس زي احمد حمدي كده. اشكال خلاص يا اسطى. ما هو اصل هو يعني يلعب ليه؟ خلاص يا اسطى، هو كل حاجه عنده تمام وما بيتعاقبش، يلعب ليه؟ محدش بيقول له انت وحش مخصوم منك كذا، مش هتاخد فلوس الشهر ده مثلا، او مش هتاخد، او مخصوم منك 1,000,000 جنيه، مخصوم منك، هنخفض عقدك، هنعرضك للبيع.
هنطلعك اعاره، مفيش عقاب خالص. الاشكال دي عندك زي ما هي، وبتقعد تطبطب. فتوح ده شوف انت طبطبت عليه كام مره، ان النتيجه اسيست النهارده ما شاء الله عليه يعني ضدنا. ف خلاص يعني مفيش امل يا جماعه، مفيش امل. هو الحال مش هيتصلح غير بده في مصر كلها، مش بتكلم على الزمالك بس، بتكلم على كل مصر. مش هيتصلح غير لما اللعيبه تعرف ان المرتبات دي مش هتدفع تاني. في خصومات هتتمرقع، روح العب بقى في اي مركز شباب، لان ده تمامك، انت مستواك وحش تمام. فبس يعني بس ده كده خلصت صياح. برضو حاجة بس نسيت اقولها في الفيديو اللي فات، عايز احطها في المونتاج، معلش بقى علشان صوت المايك بتاع الموبايل مش المايك التاني، عشان مكسر اطلعه عشان شيلته فكك يعني. الونش لعيب مستهتر جدا، لبس نفسه طرد عبيط، يعني لو قصدها مش هيبقى كده، فحسبي الله برضو يعني. استنى احاول افتكرهم واحد واحد كده، في كام حد جاموسة في الفرقة. نص ملعبك سيف جعفر ده، معرفش هو بيلعب ليه بجد. ده انت اساسا طلعته من الناشئين ليه اولا؟ ثانيا بعد ما مشيته عشان هو عايز يروح بيراميدز ورافس النعمه مش عاجبه ان هو في الزمالك وبيتأمر يقول في 60 دقيقه، رجعته تاني ليه؟ رجعته بفلوس، ورجعته دكه ما لعبش، ورجعته دكه يعني محطوط في خانه الناشئ زي محمد هاني مع الاهلي، زي كريم ندفد. هو ده بيعمل ايه معانا بجد؟ بيعمل ايه؟ كل ده عشان فاروق جعفر يعني ولا ايه؟ انا عايز اعرف الموضوع، انا مش فاهم. فقشطه. مين تاني برضو؟ عبد الله السعيد يا جماعه، كبر وخرف غالبا الماتش ده بجد، عمل ماتش سيء من اسوأ ماتشاته مع الزمالك، وكان هيجيب جون بس فضل برضو يتمرقع كده في الشوط الثاني. عدي الدباغ لعيب مش عارف، حاسه تلاجة سيكا، لسه مش عارف اختبره والله. لعيب من ساعه ما جه الزمالك ما عملش غير تسديده اللي هي في الماتش اللي فات اللي جبنا منها الجون، لما خبطت في المدافع باين، وشيكو بانزا جابها جون. فمش عارف اختبره. عدي الدباغ ما وصلوش كور، بس حاسه تلاجة، حاسه حاجه كده زي خالد بوطيب وعمر السعيد واللعيبه دي، مش هيعمل حاجه يعني. يا رب اطلع غلط. ناصر ماهر ده محتاج بجد ان يعني الشعب العربي كله يبول على وجهه، علشان ده مش انسان. مين تاني محتاج يتشتم؟ تقريبا كل الناس ما عدا شيكو بانزا والفين، كانوا على الاقل بيجروا، على الاقل كانوا بيعملوا حاجه يعني. ومحمود بنتاج برضه كويس. وصبحي يعني مش هشتمه قوي يعني، شغال. بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، ماليش نفسي اقول الهري ده كله، وفعل زر الجرس واعمل الهطل اللي انا بقوله كل فيديو ده، وحاسبن معايا. وبجد يعني فاهم، ممكن مثلا تبلغ شرطة مكافحة المخدرات عن احمد فتوح، يعني اعمل اي حاجة فاهم يعني، ما تسكتش على اللي بيحصل ده. والسلام عليكم.